السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاركيني متابعيني واللي يحبوني، اليوم جيتكم بحاجة خفيفة 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 ونحتاجها في هذه الأيام. طاقم صيفي، يعني البنات ولا الكبار ليسونسيال. هو طاقم صيفي تاع بحر. هذه صاحبته طالباته للبحر. العبارة هو عن شورت، جيب شورت ومع كيما راكم تشوفوا في الصورة، ومعه الديباردير تاعو من فوق. القماش عبارة عن كتان عادي، شرباته تقول لك يمكن لو ادخل في البحر يعني ويطلع القماش ما يشربش يعني. شوفوا كيفاش راح نطبقوا حبوباتي. القماش عبارة عن مترتين، انا مسكته من الحاشية فقط، يعني ها يعني بهذا الشكل واش راح يكون عندنا مترتين، ها متر ومتر. نطبقوا على 4 عادي. انا راح نبدا لكم دركا بالشورت. الشورت جاي شويه عريض على شكل جيب شورت، شكل جيب شورت يعني على شكل التنورة وشورت. طول حسب اللي عندي، هي طلبت الطول حوالي 42. انا نزيد تاع الكفة من تحت ونزيد تاع يعني لاستيك من فوق باش تجينا يعني تقريبا تاع لاستيك تخرج الزايد. انا راح نزيد 10 كاملين، 10 سنتيمتر، يعني من 42 تولي لنا 52. هذا عم تشوفوا في الرقم 52. العرض راح نخليه كامل ونقصه عادي. انتبهوا مليح، هذه نفس فصالة نفس فصالة السروال اللي يجيني بالعريض يعني وبالتكمشة، يعني يعمل كشكشة لاستيك. انتبهوا مليح نفسها، فقط هذا جاي شورت يعني النصف. انتي كملي الطول اللي حسبتي حابة تعملي سروال. هي دورة الحزام تاعها 82. انا راح نزيد 8 اصابع. انتبهوا معايا 8 اصابع للكشكشة بلاستيك، ونهبط كما راكم تشوفوا من فوق حتى هيك لتحت. هذه البداية. درك انا راح نقص صح القماش ككل، نقصه، راح نقصه ونخليه من تحت المترتين تاعي، مشني راح نمسها نخليها من تحت وناخذ العرض بالزيادة تاعي اللي يعني محتاجتها فقط. هنا راح نشوفوا هذه جهة، طبعا راكم تشوفوها من فوق راهي مسكرة من مسوش. انا مش راح نعمله مفتوح، راه مسكرة من الجواب، يعني الفخذين من اليمين واليسار مسكر. شوف راهي مغلقة. دركا راح نبدا من الفوق، ندخل ب 12 سنتيمتر. شوفي معايا مليح، 12 سنتيمتر، ونهبط احنا هبطينا هنا 22 سنتيمتر. شوفي مليح، او حتى نكبروا باش يجي شويه قصير. هي دائما نهبطوا من 20 الى 25. هنا راح نهبطلها 25. شوفوا مليح من الدائره للدائره، ودائما التقويره هذيك اللي تكون تحت البطن عفوا. كيف راح نديروا لها؟ انا حساباتي دائما ندير لها 4 اصابع. شوفي من فوق راهي 8، ومن تحت راح ندير 4 اصابع. شوف هاي الأربعة نتاعي. دي دايما انا نحب نديرها 4 اصابع، او كما قلت لكم تدخلي بال10 وتطلعي فوق. هي احسن حاجه ديري 4 الاصابع تاعك واطلعي حتى خديتي يا من الفوق. ديما تحسبي من 12 الى 15 سنتيمتر، وطبعا من الفوق زايد تاع القماش او زايد وواسع كما تفهمنا. شوفي مليح. ودركا من هنا هذا اقسميه منتصف، ندير 1.5 او 2 من الاصابع ونعمل تقويره بسيطه فقط. شوفي تاع الفخذ، ونهبط نرجع. دائما العرض تاع الشورت نتاعنا من تحت ما نمسوش، يعني باش يجيني عريض يشبه للاجيو. شوفوا مليح حبوبتي، ها ندخل هكا خلاص. هنا الشورت تاعنا راه واجد. الخياطه راح تكون اول حاجه نبداو تاع جهه البطن، ثم نفتحوا كل جهه ونبداو نقفلوها من تحت. يعني راح نبداو بالخياطه هذيك اللي تكون من جهه البطن اللي راك تشوف فيها التقويره اللي من فوق بهذا الشكل.
هادي طبعا نحكي على هادي جهة البطن اللي تحت البطن عفوا، هذه اللي راح نبدا بها الاولى نقفلها. درك نروحوا للقطعه الفوقانيه من فوق اللي هي ديباردير اللي راح نديروه بالكتان. الطول هي اللي حباته عندي انا 58 وانا راح نزيد الى 62. طبعا نعمل حكايه الكفه والكتف من فوق. سهل هذا الديباردير يعني اللوغو تاعو سهل، فقط رقبه دائريه عادي ويكون كلوش. دورة الحزام 82، دورة الصدر عندها هي 92 عفوا 92 طبعا، ودورة الخصر عفوا الحزام الصدر 92 والحزام 82 وزيادة. طبعا انا زدت 3 اصابع مع يعني القيس تاعها الاساسي. هذه دورة الحزام ونخرج في هذا الشكل. شوفي معايا مليح، عملت الايفازي من تحت لما تشوفيه على 4، هذاك اللي تشوفي فيه من تحت على 4 حوالي 40 سنتيمتر من تحت. الايفازي يعني كي نفتحو نلقاو 80. بهذا الشكل، لا عنده اكمام ولا حد شيء، راح يتلبس فقط هيك يعني بدون اكمام، يعني فقط راح يكون ديباردير كتان خفيف دورة على شط البحر ان شاء الله. هذا وصحبته راح تلبسوا كيما حكيت لكم. اول حاجه راح نبدا بها هي دوك نحي الرقبه، هي الرقبه نتاعها فضلتها 24 دايما 7 سنتيمتر او 4 اصابع حسب اصابعك انتي. شوفي كيفاش هاي 24 تاعي، رقبه دائريه بسيطه جدا عفوا. بعد تقويرة الإبط راح تكون فقط أسبوعين أو 3 أصابع، مانيش راح نديروها بهذا الشكل، هذا كمبدئيا فقط. الظهر بما انه القدام يعني 24، انا نفضل الظهر نديرو 18 او 17، مش حبيته يكون نازل اكتر يعني لانه راح يولي يطيح على الكتفين. كما قلت لكم درتها 17 سنتيمتر، ما تجيش ضيقه وفي نفس الوقت ماشي مخلوعه. لو كان القماش مطاط معليش وسعي، لانه لما تضيقي في الجوانب يعني مطاط يعني راح يمشي مع الكوغ، اما الكتان لا. دوكا حباباتي نروحوا ونبداو بالشورط نتاعنا. كما قلت لكم اول جهتين نسكرهم هما اللي تحت البطن. نبداو نسكروا جهه اللي تحت البطن اللي طبعا تبع الشورت نتاعنا او السروال. دائما راهم نفس الطريقه ونفس التصميم ونفس الباترون، تفكروا مليح مليح. هذه تاي 40، نتوما زيدوا اسبوعين 3، ديما قلت لكم اللي تزيد اسبوعين او تزيد بالسنتيمترات تزيدي 4 سنتيمتر.
يعني تاخدي دورة الحزام نتاعك، تزيدي 8 اصابع، بعديك تنحي منهم 10 وتنزلي هذيك التقويره اللي درناها من 22 الى 25 عادي. الطول المحبب اللي تحبيه انت، شورت طويل قصير انت والذوق نتاعك. هنا حبوبتي شو كيف راح نحلها، هاد الجهه نحلها بهذا الشكل. صاي يدي بعد ما درنا حنا تحت البطن، درك نمسك الشورت نتاعنا من الاساس تاعو يعني من تحت ونبدا بالوسط، يعني من القاعده تاعو نبدا من الوسط ونسكر. هكا راح نسكرو حنا على واش، على الفخاذ نتاعنا، هكا تتسكر على جهه الفخذين. نسكر الجهه هذه كملنا الجهتين من تحت الفخذ، تكون يعني اللي ما تعرفش تانا تعملها قلت لكم بالدبابيس وتمشيها خطوه كامله، مش ضروري تبدي من الوسط. شوفوا حبيتي كيفاه جانا عريض، وشوفوا كيفاه دورة الحزام تكون عريضه. دركا واش راح نديرو، نروح نركبوا لاستيك. شوفوا البنات انا قاعد نخدم لكم اليوم، يعني ياسر طلبوا مني ساعدينا وحنا ما عندناش السيرجي وما عندناش كيفاش نديروا السرفله. شوفي حبيبتي راح ندخل هنا، شوفي بنصف سنتيمتر صغيره، طيه صغيره بسيطه بسيطه قبل ما نحط لاستيك. شوفي معي هذه اللي ما عندهاش السيرجي، اللي عندها السيرجي تستعمل السيرجي. شوفي تخرج لنا خدمه نظيفه ومتقونه في نفس الوقت. انتبهي مليح حبيبتي، شوفيها يعني قياس تقريبا نصف رجل الابره. هكا حضرنا. درك نجيبو لاستيك نتاعنا، يا تحطيه بهذا الشكل وتمطي، يا شوف الطريقه اللي تكون اسهل وتكون محترفه ان شاء الله، تكون خدمه نظيفه. نمسكو هذا، انا درتو حوالي هو 50، انا هذا اللاستيك نتاعي 52 سنتيمتر، يعني على 2 25 راح يجيها. مطاط يكون من نوع اللي حوالي 1.5 سنتيمتر. شوفي راح نحطها مع الحاشيه ونطبق، مانيش راح نخيط لاستيك، راح نخيط في جانب اللاستيك او المط، يعني في جانب المطاط راح نمشي حبه حبه، يعني نحط نفس القياس ونفس الطية القماش تكون نفس قياس المطاط، ونمشي مع الحاشيه ونحاول ما نلمسش المطاط بهذا الشكل ونسحب. راح يلحقنا طبعا لانك مش خيط ما خيطتيش راح يلحقك، يعني لانه يدور بكل اريحيه في وسط القماش. وهذه الحيله استعملوها في اي حاجه، في سروال، في شهرة، في تنوره، يعني نجيب في كل حاجه ان شاء الله تخرج لكم ملاح. نسحب المطاط اللي عندي باش ما يأثرش عليا وما يزعجنيش، ونخدم بكل اريحيه، ونخلي الجهه التكميشه في الجانب الاخر ما يهمنيش. دايما اعاده الخياطه دايما في النهايه وفي البدايه لتجنب فتح الخياطه. نتحصلوا عليه بهذا الشكل. وما زالت حيله اخرى دوك نعملوها مع بعضنا. شوفوا مليح حبوباتي،
هاو لاستيك نتاعنا بما انه هو 1 سنتيمتر، انا حنمشي ولو 2 مليمتر قدام الخيط، يعني لتحت فقط. علاش؟ يعني لتثبيت المطاط بطريقة محترفة، ما يتبرمش لصاحبة الشورت يعني او السروال. شوفوا مليح كيفاش يجي كيما الحاجة اللي تشرو فيها، يعني بطريقة نظيفة ومحترفة. دايما تثبتيه، يعني ما نصحكش انك تعملي المطاط وتخليه في راحته يتبرم من داخل وما يجيش حلو. من تحت قلت لكم حوالي 2 مليمتر ونمشي. خلاص الشورة تخلصنا منه وكملنا. هاي كيفاش تجينا عريض حلو ما شاء الله. هذا يلبس من 40 الى 42 قلت لكم لانه اصلا عريض. هنا حبوباتي مانيش راح نستعملها يعني تسفاج ولا حتى شيء، لازم تكون بسيطة كيما راه الطقم بسيط. راح نستعمل فقط لوبي، نسفج باللوبي. تابعوني لوبي كيفاش نسفجو به. هذه الطية طبعا نستعملوها هي السطر اللي رانا راح نمشيو عليه، ونفس السطر ونفس المسافة تكون على القماش بهذا الشكل. ما تسحبوش يعني ما تحاولوش انكم تجبدوا لا لا، خليو كل شيء مرتاح. اعطي للقماش كل اريحيه باش ما يتكمشش. بهذا الشكل نكرونتي حاجه خفيفه فقط، ماشي بزاف، حاجه خفيفه. حاول انه نكرونتي يعني نقطع الجهه المسكره تاع الخياطه اللي عملناها باش كي نقلبوه باريحيه. ونخيط نقلب ونخيط كما راكم تشوفوا، يعني الصورة تحكي وحدها. مع الرف طبعا، مع الحاشية، لا في الوسط ولا مع الحاشية. الحاشية ودينا يا الله. بهذا الشكل كملنا الرقبه نتاعنا من الجهه الاماميه. طبعا دوكا كنضربوها بالحديد تبان مليح، تبان لا فينيسيون. طبعا مع الحديد راح تبان لنا بكل بساطه. نروح نكمل انا الجهه الثانيه ونكملوا هذا الطقم مع بعضنا. هنا حبوباتي كملت الجهه الثانيه وقفلت الكتفين عادي 1 سنتيمتر، كل شيء مازال كيما راه. ننزل ب21 سنتيمتر، مانيش حبيت يكون مسكر لانه ابانا انه لبس طلع بحر وصيفي اللي ماذا بينا يكون اوفر شويه. شوفوا الواحد راني درت فقط 3 اصابع مع الصباع اللي راح نكف به الجهه الكتف. طبعا الكتفين راح نخلي فقط 3 اصابع مع الصبع تاع الكفه، يعني يصبحوا 2، يعني نجيش كيما قلنا شكل ديبارتير باش ما يجيش عنده الكتف كبيره هكا. راه جاهز. دركا نروح حبوباتي نقفلو جهه الابط. انا مانيش راح نديرها، انا المفروض كنت راح نديرها بالسيرجي ونقلبو في نفس الوقت. اليوم نخدمو خدمه واحد مبتدئه ما عندها لا سيرجي لا حتى شيء. شوفوا معايا مليح، نعمل طيه صغيره ونقلب، يعني نصف سنتيمتر مع نصف سنتيمتر يصيروا 1 سنتيمتر. شوفي معايا التقليبه كيفاش صغيره. قيس البيت بيش، يعني قيس رجل الابره فقط. بهذا الشكل ومشي مع
تقويرة الإبط كاملة. تخرج خدمة صدقوني نظيفة وكأنك عندك سيرجي وخدمتي خدمة محترفة. سايسي دوري، ما تكسليش القماش باش ما تجيكش مبرومه، مشي يعطيه الاريحيه، وخلي اصبعك في النص يساعدك انه يتقلبش، واعطيه الاريحيه. اي قماش تعطيه الاريحيه يتخيط ما يجيش مبروم بهذا الشكل. هنا حبوباتي كملت تقويرتين الابط في 2. درك راح نقفل. شوفوا معايا مليح كاينه يعني هنا يعني اللقطه اللي هي راح مشني راح نقفلها كل. راح نقفل ونخلي حوالي 10 سنتيمتر من الجوانب. شوفي مليح هنا نعمل بوان داغي ونحبس. ديري 10 سنتيمتر الى 12 الفتحه، تحبي اكتر ديري 15. بابا نفس الشيء طريقه الجهه الثانيه. شوفي معايا مليح كيفاش راح ندير الكفه نتاع الجهه المفتوح. قلبت مرتين كيما عملت الطابق فقط. ها شوفي مليح وندوري، زيدي تقلبيها على مرتين. بهذا الشكل يصير عندنا الفتحه يعني على الجوانب بطريقه يعني جد محترفه وبسيطه، يعني ما صعبتهاش. شوفي مليح طبعا هذيك الزوايد نحيوهم. رودي لازم تحكي. بهذه الطريقه درك نعطوها بالحديد وخلصنا هذا الطقم. شوفوا حبيبتي كيفاش خرج هذا الطقم. انا مازال ما كفيتوش، انا ماما يتكف 1 سنتيمتر خليته بجهه الحاشيه. تجي هي تقيس ان شاء الله، الا بغات تخليه بهذا الطول نخلوه، حبت نقصوا فيه. اول حاجه الشورت درت هذيك هاد السبته من عندي حوالي اسبوعين، وقلبتهم مثل البي بهذا الشكل زياده. خرج ما شاء الله عريض عريض عريض، احلى من الفيديو صدقوني. لو كول تاعو من فوق جد بسيط، رقبه دائريه، دي بوردير كتان يعني خص معاه بس قبعه وتمشي على شط البحر ما شاء الله. رودي تغني كما سيسا. شوفوا كيفاش خرج لنا حاجه فريمون ستيل، راها عريض الله غالب. انا المانكا تاعي ما عندها رجلين. يلا شوفوا مليح، ان شاء الله يكون عجبكم ويكون بسيط ليكم. والله طقم بسيط واي وحده تحتاجه. انا واحده من الناس حابه حندير واحد بالسروال ونلبسه في الدار. اكيد مش راح نمشي على البحر. كل واحد وكيفاش. انا راح نعملوا سروال طويل شويه، يعني مش طويل بس راح نلبسه في الدار ويكون عريض. الواحد بارد ما شاء الله، وزيد كتان تتبردي فيه ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم حبوبتي والله نحبكم بزاف، والله الفيديوهات هذه راهي ليكم انتم فقط. ان شاء الله اليوم يعني كان الشرح بسيط. نحاولوا دائما ننوعوا وان شاء الله نكونوا معكم في المستوى.